المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرثية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد. نبدأها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. نقل رفاه الشهداء جبهة صرون إلى مثوى المجد. الإريتريون في المهجر يحيون ذكرى الشهداء. دعم أسر الشهداء في علاب العد وأصماط. قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة عراقية. الاتحاد الأوروبي يبدي دعمه لهافانا. عشرات القتلى في حريق مستودع بإندونيسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم نقل رفاة 15 شهيدا استشهدوا للتصدي لغزو الويان والدفاع عن السيادة في جبهة صرون إلى مثوى العزة والمجد يوم 20 من يونيو. وتم نقل رفاة الشهداء الذي كان في دفاع كدويبة بحضور أفراد قوات الدفاع في المنطقة إلى مثوى المجد بفعاليات تمجد بطولاتهم. أحيا الإريتريون المقيمون في بلدان المهجر 20 من يونيو يوم الشهداء بإضاءة الشموع وبرامج تمجد الشهداء. وقدمت الجالية الإريترية في أبو ظبي في مناسبة إحياء يوم الشهداء مبلغ 7850 درهم لتنمية صندوق أمانة الشهداء وكفالة 21 أسرة شهيد. وقال سفير إريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر في المناسبة إن تنفيذ أمانة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية للاستقلال والدفاع عن السيادة وإعالة أسرهم واجب وطني. ونظم الإريتريون في دنفر الأمريكية مسيرة حاملين العلم الإريتري ومضيئين الشموع إحياء لذكرى الشهداء. وأحيا الإريتريون في مدن أولمي وهايدلبرغ وهامبورغ وكاسل وميونخ ومنهايم ونورنبرغ الألمانية يوم الشهداء ببرامج تشمل للكبار والصغار. وقدم الإريتريون المقيمون في نورنبرغ في المناسبة 2600 يورو وإريتريو منهايم 2000 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما أحيا الإريتريون في كينيا يوم الشهداء حيث خاطب المناسبة السفير بينر سوم موضحا بأن أمانة الشهداء لها دور هام للتصدي بصمود لكافة العدائيات التي واجهناها ويجب العمل بقوة لأعلى مراقي تنفيذ الأمانة. قدم السكان والشباب العمال في مديريتي علاب العد وأصمات مساعدات مالية وعينية لأسر الشهداء. وقدم الشباب وأصحاب المال في علاب العد حوالي 112 ألف نعفة لأسر الشهداء في 14 ضحية. كما قررت إدارة مدينة إيدن منح قطع الأراضي السكنية ل4 أسر الشهيد لم يكن لها مسكن. وأكد الشباب على استعدادهم لبناء المسكن بتسخير الدعم العيني والطاقات للبناء. وقدم السكان والشباب العمال في مديرية أصمات مبلغ 55 ألف نعفة لمساعدة أسر الشهداء. وجرت أعمال بناء وصيانة منازل 141 أسرة الشهيد وحراثة مزارع 323 أسرة الشهيد في 8 ضواحي بالمديرية. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لإرساء أساس متين وتأمين رياض الأطفال، أوضح مكتب التعليم في مديرية حاجات عن تحقيق تقدم ملموس. ووفق المعلومات التي أدلى بها المكتب أشار إلى وجود رياض أطفال حكومية وخاصة بمقومات عصرية في ضواحي قلاس وأشرة وحجات، إلا أنه يتطلب حملات توعية مكثفة فيما يتعلق بالمشاركة التعليمية. وأوضح المكتب بخصوص النظرية الموضوعة بتوفير خدمات رياض الأطفال في المدارس الابتدائية عن تقديم تلك الخدمات بصورة منتظمة في مناطق حشيشاي وشبق وقاروت نجار وبادوب وحرستاي. وبما أن رياض الأطفال أساس للمراحل اللاحقة، نوه الآباء لإرسال أبنائهم إلى رياض الأطفال في العمر المحدد وتشجيعهم كما يجب.
وتفيد المعلومات الواردة إلى وجود 11 رياد أطفال في المديرية، حيث تابع في العام الدراسي 2018-2019 709 طفل، بينهم 347 طفلا دراستهم في السنة الأولى والثانية. تجري حملات توعية مكثفة في 14 ضاحية بمديرية بارنتو إقليم الكشبركة لتعزيز الإصحاح البيئي والنظافة الأهلية للحد من الأمراض الناجمة عن قلة النظافة. وأشار الممر تمسكن برهاني مسؤول الخدمات الصحية في مديرية بارنتو بأن الهدف الرئيسي من حملات التوعية المكثفة الجارية ابتداء من منتصف شهر فبراير الماضي وحتى منتصف يونيو الجاري تعزيز وعي المجتمع للسيطرة ومكافحة الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض الناجمة عن قلة الإصحاح البيئي، وإدخال برامج نظافة أهلية. وأفاد بأن 15 منطقة تمكنت من إنجاز المهمة في مجال الإصلاح البيئي مسبقا، إلا أنه نتيجة للإهمال تعرضت للانتكاسة، وعليه توجب إجراء حملات توعية مكثفة لإنجاح المهمة. من جانبهم أكد السكان جاهزيتهم لإنجاح الجهود الجارية بالاستفادة من حملات التوعية المكثفة والسيمينارات المهنية التي تخدم في المقام الأول مصلحتهم. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه للتعاون من أجل التنمية مع كوبا في الوقت الذي تواجه فيه الجزيرة تصاعد حدة الحصار الأمريكي عليها. وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا أن الاتحاد يدين بشدة تدابير الأحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية ضد كوبا والتي تتعارض والقانون الدولي. وجاءت مداخلة المفوض الأوروبي أثناء مشاركته في منتدى للأعمال استضافته هافانا، وجمع 120 رجل أعمال وقانون وأكاديميين أتوا من الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا لتشجيع الاستثمار في الجزيرة. وقال أن الاتحاد الأوروبي يرغب في دعم التزام كوبا في تحسين مناخ الاستثمار بغية تشجيع الفاعلين الاقتصاديين والماليين في الاتحاد الأوروبي على تنفيذ مبادرات مشتركة. قضى 30 شخصا على الأقل بينهم العديد من الأطفال في حريق اجتاح منزلا يستخدم أيضا مصنعا لعلب الكبريت في إندونيسيا وفق السلطات. وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة روباديل لوبيس أنه لم يتم التعرف على سبب الحريق لكن تم إخماده، مضيفا أن بين الضحايا 3 أطفال على الأقل. وأظهرت صور الكارثة جثثا متفحمة وسحبا من الدخان الأسود يتصاعد في المنزل الواقع في بلدة بنجاي في شمال سومطرة. ويتكرر وقوع الحرائق الدامية في إندونيسيا بسبب إهمال معايير السلامة. في 2017 قضى شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في حريق التهم مصنعا للألعاب النارية قرب جاكرتا. جذبت مسابقة اختيار أقبح كلب في العالم التي استضافتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 21 من يونيو الجاري أنظار العالم، وشاركت فيها كلاب قبيحة من أنحاء العالم. وقال مسؤول باللجنة المنظمة للمسابقة أن تاريخها يرجع إلى ما قبل 31 سنة، وشاركت فيها كلاب ذات ملامح غريبة وقبيحة، وبعضها يملك شعر قليل وبعضها الآخر يتميز بوجه مرعب. ورغم أن الكلاب بها عيوب كثيرة ولكن أصحابها يحبونها، وتم تبني معظمها من ملاجئ للحيوانات ليتم إنقاذها من القتل والإهمال. وفازت بنسخة هذا العام الكلبة التي تدعى اسكامبيدي تورامب. ونظمت مسابقة أقبح كلب في العالم في دورتها 31 في مدينة
بتالوما في كاليفورنيا على مسافة 64 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو. مشاهدينا، بهذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.